أهلا بيكم متابعينا. إحنا بتوع الملخصات. تخيلوا معايا كده إن الموبايل اللي في إيدك ده وعليه كل أسرارك وصورك وشغلك يقع منك وحد يلاقيه. بيتهيألي إن ده عادي، لكن اللي مش عادي إن الشخص اللي لقاه ده يبقى سايكو مريض نفسي. تخيلوا هيعمل بيه إيه؟ ده اللي هنعرفه في فيلمنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ، انضموا لعيلتنا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا بينا نشوف فيلمنا بيتكلم عن ايه. بيبدأ فيلمنا على بطلتنا نامي، وبتبدأ يوم جديد وتليفونها مش مبطل إشعارات لكل الابليكيشن سواء شغل أو ترفيه. وبالليل بتتجمع نامي مع أصحابها وبيرقصوا ويتصوروا ويشربوا كتير جدا، لدرجة إن نامي تليفونها بيقع في الباص وهي مش بتحس بيه، وبيلاقي واحد وبياخده. وتاني يوم الشخص ده بيكون بيحضر فطار وبيلاقي تليفون نامي بيرن، وصاحبتها يوم بتكون بتكلمها وبيستخدم مغير الصوت وبيخلي ست هي اللي ترد، وبيقول ليون انه لقى التليفون ده ويوصله للشرطة ولا يعمل ايه. فبتقوله انها رايحة لصاحبة التليفون وهتبلغه يعمل ايه. وبتروح يون لنامي وبتكون قاعدة في البيت وتعبانة جدا من السهر بتاع امبارح، وبتقعد تدور على تليفونها لانها مش فاكرة انه وقع اساسا. ويوم بتقول لها انها اتصلت بيها وان واحدة ردت عليها وانها لقت التليفون. اما بقى الشخص اللي لقى التليفون ده بيكون اسمه جون، وبيقعد يعمل سيرش على نامي في الفيسبوك وبيكتب كل تفصيلة تخصها، لدرجة ان هو بيكتب المغني المفضل ليها والاكل والشرب اللي بتحبه. وفي الوقت ده بتتصل بيه نامي من موبايل يون صاحبتها، وبيرد بنفس الصوت بتاع البنت، وبيتفقوا على ميعاد عشان تاخد تليفونها. وبعدها بيحاول جون انه يدخل كذا باسورد للموبايل بس مش بيعرف، فبيخبطوا في الترابيزة والشاشة بتتكسر. وبعدها نامي بتكون في الكافيه بتاع باباها وبيعمل لها عصيرها المفضل عصير الخوخ، وبنعرف ان باباها بيعمل الطلب ده مخصوص ليها وان هو مش محطوط في المنيو. وفي اللحظة دي جون بيكلم نامي وبيبقى بيتكلم بنفس صوت البنت الوهمية، وبيعتذر لها جدا ان الموبايل اتكسر منه، لكن هو بيقول لها انه وداه ورشة تصليح وان هو دفع التكاليف وما عليهاش بس غير ان هي تاخد العنوان وتروح تجيبه. ولما بتروح الورشة بتلاقي ورقة متعلقة على الباب ان الدخول بالكمامة اجباري، وبتلبس الكمامة وبتدخل، وبتلاقي جون مستنيها ولابس كمامة وكاب ووشه مش باين خالص، وبيوريها التليفون وبيديها استمارة لتصليح الموبايل، وبيبقى مطلوب منها ان هي تكتب باسورد الموبايل، وهي بتكتبه عادي من غير ما تشك في حاجة. وبيقول لها انه هيدخل يصلح الموبايل وانها تستناه. وبياخد جون الموبايل وبينسخ كل الداتا اللي عليه، وكمان بيركب كاميرا فيه، وبكده يبقى هكر التليفون بمنتهى السهولة. وبالشفا يا نامي، وبيطلع يديها التليفون ولا كأنه عمل حاجة، وبيبان بعدها قد ايه هو قادر يراقب تحركاتها وكمان تفاصيل يومها ورسايلها والإشعارات اللي بتجيلها، لدرجة كمان انه يسمع مكالمتها مع صاحبتها وهي بتحكي لها عن عصير الخوخ بتاع ابوها. وبعدها جون بيروح للكافيه بتاع ابوها وبيطلب نفس عصير الخوخ، وهي بتستغرب جدا، بس هو بيقول لها ان هو طلبه زمان من المنيو وان هو عجبه. وتاني يوم بنلاقي البوليس قلب الدنيا في الغابة، وده لأنهم لقوا جثة البنت ملامحها متشوهة وملهاش بصمات ولا ليها أي معالم، وبيلاقوا جنبها اسطوانة بتاعت سماد الأشجار. وبيدخل الضابط جيمان الغابة جوه وبيلاقي شجرة خوخ وجنبها نفس الاسطوانة، ومكتوب على الشجرة اسم جون، وده يبقى ابن الضابط اللي ساب بيته من 7 سنين وما يعرفش عنه حاجة. وبيرجع لصديقه اللي ماسك معاه التحقيق، وبيعرف جيمان ان الاسطوانتين تحليلهم اثبت انهم موجودين من شهر فات، وده معناه ان اللي زرع الشجرة هو القاتل. فجيمان بيستغرب جدا لان دي شجرة جون ابنه اللي زرعها له في عيد ميلاده العاشر، وبيقول له معنى كده ان انا ابني القاتل. فصديقه بيقول له ليه لا، فجيمان بيقول له ما اظنش جون ابني لان هو خواف جدا وما يقدرش يقتل نملة، ولو ده حصل فممكن يبقى حد من اصحابه عمل كده وان هو لبسها فيه. فصديقه بيقول له عشان نطمن هنسحب منك عينة دي ان ايه عشان نقارنها باي بصمات لابنك على الجثة. فجيمان بيقول له تمام، وانا كمان هبلغ قسم المفقودين عن مواصفات ابني عشان يلاقوه ونحقق معاه. وبالليل بياخد جيمان موبايل مراته وبيلاقي محادثة بينها وبين ابنها، وكمان بيلاقيه بعت لها صورة الشجرة بتاعة الخوخ، وبيتأكد هنا إن ابنه هو القاتل. وتاني يوم بيحكي لها على اللي حصل، وبتبقى مصدومة ومش بتنطق، وبيطلب منها عنوان ابنه وهي بتديهوله. وتاني يوم بيكمل جون مراقبة لنامي وبيعرف إن بيتها في مكان مقطوع وإن مفيهوش بواب، وبيشوف نامي وهي بتجري على شغلها ومتأخرة. وهناك المديرة بتاعتها بتتفق معاها على صفقة كبيرة قوي بينهم وبين شركة تانية، وبتقول لها إن مرتبها هيزيد مرتين، وبتأكد عليها إن الصفقة دي تبقى سر ما بينهم.
وفي اللحظة دي جون بيكون في بيت نامي وبيفتش في كل حاجة تخصها وبيلاقي التليفون قديم بتاعها، وبعدها بيخرج من البيت. وفي الوقت ده بيكون الضابط جيمان رايح لبيت جون وبيدخل على البيت وبيلاقي موبايلات كتيرة قوي، وكمان بيلاقي المونوكير اللي كان في ايد الضحية، وبيلاقي كروت مزيفة كتير قوي بيستخدمها جون، فبيتأكد ان جون هو القاتل. وفي اللحظة دي جون بيوصل على البيت وبيشوفه وبيبعت له رسالة وبيقول له وحشتني قوي يا بابا، نورت بيتي، وبيبعت له صورته وهو جوه البيت. فجون بيعرف ان هو قريب منه جدا، وبيلاقي الصور متصورة من السطح، فبيطلع يجري بس بيلاقي الموبايل متثبت، وبيفهم ان ده كمين من جون. ولما بينزل تاني الشقة بيلاقي جون لما حاجاته كلها وكمان بوظ كل الأدلة بالمية، وبياخد شنطته وبيروح الكافيه عند أبو نامي وبيقول له واحد عصير خوخ لو سمحت. فبيقول له هو انت فاكرني اهبل زي بنتي وهتضحك عليا؟ انا عارف كويس قوي انك عمرك ما جيت هنا. وبيقول له ان الناس اللي طلبت مني عصير خوخ طول حياتي انا فاكرهم كويس قوي، وده لان عددهم قليل وانت اكيد مش من ضمنهم. وبياخد جون الكلمتين وبيروح يقعد وبيلاقي نامي قاعدة وبيبقى بيجر معاها كلام وبيوريها صور المغنيين المفضلين ليها، وبيقول لها انا معايا تذاكر للحفلات بتاعتهم لو تحبي تروحي. فبتوافق وبيديها الكارت بتاعه، بيبقى عامل نفسه مهندس الكترونيات. وبيجي ابو نامي وبيقول له زق عجلك يلا عشان هنقفل بدري النهارده. فطبعا جون بيتحرج وبيقوم، ولما بيوصلها بتقعد تعاتبه وبيقول لها الواد ده كذاب وقلبي مقبوض من ناحيته. فبتقول له انت اللي اوفر وانا ما بقتش صغيره. ولما بتروح البيت بتلاقي حد بيحاول يفتح عليها الباب، بس بتطلع عيون صاحبتها وبتبقى جايه تبات معاها. وفي الوقت ده بيكون جون بيبعت رسالة لأبو نامي من تليفونها، قال يعني إنها بتعتذرله، بس في الحقيقة هو بيجيبه سكة عشان يهكر تليفونه، وفعلا بينجح وبيقدر يشوفه بمنتهى السهولة، وبيبعت له صورة هدية قدام بيته. ولما بيخرج يشوفها بيلاقي جون بيهجم عليه وبياخده البيت وبيربطه. وفي الوقت ده بتبقى الشرطة قلبة الدنيا في الغابة، وده لأنهم لقوا في نفس المكان 7 جثث وكلهم لبنات ومعاهم نفس اسطوانة السماد. وتاني يوم بيكون جون بيحضر لنامي كارثة، وده لأنه بينزل كل صور شغلها على الأكاونت بتاعها، وكمان بيقعد يشتم في شركتها وزمايلها ومديرتها، وبينزل كل تفاصيل الصفقة اللي المديرة قالت لها عليها. وطبعا نامي بتلبس اسود وبيبان ان هي اللي عملت كده. ولما بتوصل للشركة بتلاقي كل زمايلها متضايقين قوي، والمديرة بتقول لها ان الشركة خسرت واتفضحت بسببها، وقبل ما نامي تنطق بكلمة واحدة بيطردوها بره الشركة، وبتبقى مش مصدقة اللي بيحصل لها. وبتروح هي وصاحبتها يقدموا بلاغ، والظابط بيقول لها ايه الدليل ان في حد هكر تليفونك وان مش انت اللي عملتي كده في الشركة عشان يعني اي سبب إن كان. ونامي بتقوله انها مش عارفة تعمل ايه بالظبط، فبيقول لها انه ما يقدرش يعمل لها محضر. وبما ان جون عرفها بنفسه انه مهندس الكترونيات فبتتصل بيه على طول وبتاخد منه ميعاد، وبيكون جون مع ابوها في البيت وابوها بيحذره ان هو يأذي بنته، فبيقول له بطل مثالية وجو الاب الحنين ده. وبعدها نامي بتقابل جون في الكافيه وبيسألها لو الموبايل بيفصل شحن بسرعة، فبتقول له اه فعلا. فبيقول لها انت في حد مهكر تليفونك، وبيقول لها ان لو في حد بعتلك لينك او فتحتيه، فبتقول له لا ما حصلش. وبتقول له هو انا كده في خطر؟ فبيقول لها ان الهاكر ده بيشوفها في كل مكان من خلال الكاميرا وبيسمعها في كل وقت من خلال المايك، وان كده كأنه عايش معاها وعارف كل تفاصيل حياتها. والصراحة الواد أقنعني أنا شخصيا. وبعدها بيقول لها أنا عايزة 5 على جنب، وبيقول لها هو أنت عايشة لوحدك ولا معاكي حد؟ فبتقول له اشمعنى؟ فبيقول لها أصل الهاكر ده لازم يكون حد نزله وثبته وكمان مسح اللينك بعد كده، ولازم يكون كتب البوستات من تليفونك. وطبعا كل كلامه بيلمح ناحية يون صاحبتها. ولما بترجع للكافيه بتبقى قلبة وشها، ويوم بتلاحظ وبتقول لها في ايه يا بنتي؟ فبتقول لها انت ازاي تعملي معايا كده؟ فطبعا يوم بتستغرب جدا، ونامي بتقول لها اقسمي ان انت اللي ما عملتيش كده وانا هصدقك. فبتقول لها وعلى ايه يا ستي؟ اعتبريني انا اللي عملت كده ومش عايزه اعرفك تاني، وبتسيبها وبتمشي. ونامي بتحس ان حياتها بتتدمر. وفي الوقت ده بيبقى الضابط جيمين بيوري لصديقه تليفون الضحية اللي لقاه في شقة ابنه جون، وصاحبه بيقوله انه عرف عنوان ورشة جون بتاعة تصليح الموبايلات وانهم هناك اكيد هيلاقوا اي دليل. ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا كل الادلة متدمرة زي ما حصل في البيت، وبيلاقوا استمارات التصليح بتاعة ال7 بنات اللي لقوا جثثهم في الغابة، وبيلاقوا الاستمارة رقم 8 هي استمارة نامي، وبكده تبقى نامي هي الضحية الجاية. وفي الوقت ده
بتكون نامي بتتفرج على صورها مع صاحبتها وعمالة بتعيط وبترمي التليفون على الأرض والشاشة بتتكسر. ولما ده بيحصل بتفتكر موضوع الشاشة والورشة بتاعة التصليح وبتشك إن الهاكر جالها من هناك. وطبعا في ساعتها بتجري على الورشة وبتلاقي الضابط جيمان وصاحبه هناك وبتحكي لهم كل اللي حصل. بس هما طبعا مش بيقولوا لها إن اللي بتتكلم عنه ده يبقى مجرم خطير، وده طبعا عشان ما تخافش. وبيقولوا لها لو تقدر تستدركه، فبتقول لهم ان انا هحاول اجيبه في بيتي. وفعلا بتكلم جون وبتقول له يا ريت تجيلي البيت عشان تبص على اللاب لا يكون متهكر ولا حاجه. وبيكون جيمين وصاحبه مراقبين البيت، واول ما جون بيوصل بينزلوا على طول ويثبتوه بالمسدس. بس لما بيلف بيطلع مش جون، وبيفكروا ان هم اتلخبطوا وبيسيبوه وبيمشوا. وبيروحوا النامي وبيقولوا لها هو جون اتأخر ليه، فبتقول لهم غالبا هو شك فيا وقال لي هقابلك الاسبوع الجاي لاني مش فاضي، وقفل السكه في وشي. فبيقولوا لها ان قعدتها لوحدها هتبقى خطر، وبتطلب منهم انهم يوصلوها لبيت ابوها. وبتاخد معاها تليفونها القديم وبيوصلوها فعلا لابوها، وجيمان بيكتب لها رقمه وهي كمان بتكتب له على الورقه حاجه هنعرفها بعدين. ولما بتطلع اوضتها بتصدم لما الهاكر بيبعت لها رساله وبيقول لها ما كانش ليه الزوم تستخدمي تليفون تاني، كلميني على الرقم ده. ولما بتتصل بيه بتكون الصدمة وبتلاقي إن الموبايل بيرن في نفس الشقة. وبتروح لأوضة أبوها وبتلاقيه مش نايم في سريره، وبتحاول تتصل بالظابط بس بتلاقي الموبايل بيهنج. وبتطلع لبره وبتلاقي جون مستنيها وبيوريها فيديو لأبوها وهو مربوط ومتهدد بالسكينة. وفي اللحظة دي بيجي لجيمين خبر من الاسم إن الدي إن إيه بتاعه في تطابق بينه وبين جثة شاب كان مفقود من سنة، وإن هو كمان لقوه غرقان ومحدش اتعرف عليه، وإن الشاب ده هو جون ابنه، وإن المجرم مش جون، وإنه منتحل شخصيته. أما عند نامي بيكون القاتل بيتكلم معاها وبيقول لها ابعتي رسائل للظابط وطمنيه زي ما سمعتك بتتفقي معاه. وفعلا بتعمل كده وبيسيبها ويدخل جوه، وبتاخد عصاية وتدخل وراه. بس بتتفاجئ لما بتلاقي أبوها غرقان في البانيو ومربوط، والمجرم في ساعتها بيكتفها وبيقفل بقها ببلاستر وبيحدفها في البانيو فوق أبوها. وبتقعد تصوت عشان تطلع لكن مش بتقدر، وهو بيصورها كعادته عشان يحط صورتها وهي بتموت خلفية لموبايلها. وبيطلع بره وبيلاقي على الكنبة الورقة اللي نامي كانت كاتباها للظابط، وبيكون مكتوب فيها لو بعتلك رسالة أعرف إنه القاتل. وبيفهم إن نامي عملت له كمين، والظابط بيخش عليه هو وصاحبه وبيضربوه جامد. وبيلاقي في شنطته ورقة فيها كل تفاصيل جون ابنه، وإنه استخدم تفصيلة اسطوانة السماد دي عشان يلبسه كل القواضي. وكمان لقى تليفون ابنه وعليه صورته وهو ميت، وبيعرف إن القاتل عمل كل ده وهو منتحل شخصية ابنه جون، وهو أصلا في الأساس هو القاتل، وإن هو قتله من سنة فاتت. وفي اللحظة دي بتكون نامي شايفة أبوها روحه بتطلع قدامها، فبتاخد مسدس الضابط وبتقتل المجرم. وبترجع لأبوها لما بتسمعه فاق وبتحضنه وبتعتذله. وبيجي الشرطة والإسعاف وبياخدوا نامي، والناس كلها بتبقى عمالة بتصور، والأخبار تاني يوم بتملى البلد. وبنعرف إن المجرم ده ملوش أي هوية، وإن هو دخل في غيبوبة ولسه ما ماتش. وبعدها بفترة بنلاقي نامي في الكافيه مع أبوها وصاحبتها، وبنلاقي إن في كاميرا بتراقبها وعمالة بتصورها. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، ياريت تعملوا لي لايك لأنه بيشجعني جدا، وانضموا لعيلتنا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ملخصاتنا الجاية. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.